بطل تحفظ كلمات. الطريقة التقليدية اللي بنتعلم بيها في المدارس والكورسات هي دي السبب الأساسي اللي بتخلينا ننسى كل اللي بنذاكره. لو عايز فعلا تتكلم ألماني زي الألمان يبقى أنت لازم تبني سيستم حياة مش مجرد جدول مذاكرة. طيب أنا مروة هشام، متعلمة للغة الألمانية زيك بالظبط. مريت بكل اللخبطة والإحباطات اللي انت بتمر بيها دلوقتي، بس أنا النهاردة جاية أسهل عليك الطريق وأقولك الخلاصة. تعالوا نعرف إيه هما ال7 عادات اللي لو استخدمتهم هيخلوك تتكلم ألماني من غير ما تفضل تترجم في سرك. صح، سايبالكم مفاجأة في آخر الفيديو، فما تنسوش تكملوا للآخر. أول عادة وأهم واحدة، ما تحفظش كلمات منفردة، لأن لما تحفظ كل كلمة لوحدها عقلك بيركنها على جنب وما بتعرفش تستخدمها أو ممكن تنساها. لكن لما بتحفظ جملة انت كده استخدمت كلمة والأداة بتاعتها وكمان عملت موقف ممكن تستخدمه بعدين. يعني مثلا بدل ما تحفظ كلمة تش لوحدها ممكن تحفظ der Tisch ist besetzt. العادة التانية، حاول تستغل الوقت الفاضي بتاعك وانت في المواصلات وانت زهقان مش بتعمل حاجة. شغل بودكاست بالألماني، مش لازم تركز مع الكلام كلمة كلمة. الهدف من دوت ان ودنك تتعود على استماع اللغة، ومن هنا تقدر تتكلم او تنطق الحروف والكلمات صح. العادة الثالثة، حول لغة الموبايل للألماني. أنا شخصيا كنت رافضة الفكرة ديت، بس في الأول هتحس إنك تايه، بس مع الوقت هتلاقي نفسك بتعرف كلمات أنت ما كنتش تعرفها وهتحفر في ذاكرتك البصرية من غير أي مجهود. العادة الرابعة، وبصراحة دي من أكتر العادات اللي فادتني، وانت في المطبخ وانت بتلبس وانت بتعمل أي حاجة، اوصف اللي انت بتعمله بصوت عالي بالألماني، وده اللي بيكسر حاجز الخوف بين عقلك ونطق العبارات الألمانية. تعالوا أديكم مثال. Ich lese meine Nachrichten. Ich mache jetzt einen Kaffee. Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Tschüss. خلاص كفاية أمثلة، وتعالوا ندخل على العادة الخامسة، من أحلى ومن أكتر القواعد تسلية، وهي قاعدة 20-80. 20% من وقتك بتذاكر فيهم، بتعمل التاسكات بتاعتك وبتعمل الهاوس أوفجافة، وال80 الباقية بتعمل فيهم هواية أو حاجة أنت بتحبها بس بالألماني. يعني لو انتي بتحبوا الطبخ فممكن تبدأوا تدوروا على وصفات الأكلات اللي انتوا بتحبوها بالألماني، ولو انت شخص بيحب الكورة فممكن تبدأ تسريش على مباريات الكورة بالألماني أو في المنتخب الألماني. لما تربط اللغة بحاجة انت بتحبها عقلك مش هيزهق، بل بالعكس هيكون عايز أكتر. العادة السادسة وهي التحدث مع الذكاء الاصطناعي. دلوقتي ما بقاش في حاجة ان ما عندكش حد تمارس معاه اللغة. افتح شات جي بي تي او اي شات بوت انت دايما بتستخدمه وقولوله البرومبت دي. عامة هتلاقي البرومبت تحت في الديسكريبشن، وبكده تكون رجعت واستخدمت كل الحاجات الجديدة اللي انت اخدتها في يومك. كده انت بيرفكتو. ندخل على العادة السابعة، اعمل نوت بوك صغيرة تكون متخصصة للغلطات اللي انت دايما بتكررها، او ممكن تخليها جزء من السكتش اللي انت بتذاكر فيه، وده بيخليك تكون عارف وواعي بالغلطات بتاعتك، وكل مرة تغلط اكتب الغلط بتاعك واكتب جنبيه التصحيح، وبكده انت تعرف تعالج نقاط ضعفك بالتدريج. بيرفكتو. وطبعا انا مش ناسية المفاجأة اللي كنت قايله لكم عليها في نهاية الفيديو. انا سايبه لكم جدول هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، ممكن تطبعوه من خلاله تقدروا ترتبوا طريقه مذاكرتكم، او انتوا عايزين تذاكروا الاسبوع دوت ايه والاسبوع اللي جاي ايه والشهر ده ايه وهكذا. فجربوا العادات اللي انا قلت لكم عليها وقولوا لي ايه التطور اللي حصل في مستواكم. تشيسي بس نكست مال.